إن الله جل وعلا إنما فرض علينا الصيام لحكمة ربانية، فقال سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، لم يقل لعلكم تجوعون، ولا لعلكم تعطشون، ولا لعلكم لأموالكم توفرون أو بآلام الفقراء تحسون، وإنما قال لعلكم تتقون. والتقوى خشية مستمرة. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد للرحيل، والرضا بالقليل. الصوم يتقي فيه الإنسان ربه، بمعنى أن الصوم إنما يتعامل مع القلب، لا يتعامل مع الفم، ولا يتعامل مع العين، ولا يتعامل مع البطن، إنما يتعامل مع القلب.